ويا صباح النور شباب، السلام عليكم. ان شاء الله نهاركم زين، اسعد الايام. اخوكم مريض في حالة، تبدل عليا الطقس، صبحت قريبي، خذيت برونشيت. ان شاء الله لاباس الحمد لله على كل حال. المفيد ان شاء الله تكونوا انتم سلامات، جوكم باهي، اموركم طيبة، هذيك ليسونسيال. حاسيلو جينا للبرتغال، مش في بالي في البرتغال يا اخي يظهر لي فيا في الجرابة ولا في ولاد فرحان ولا سيدي بوراوي. يا والله حالي والله حال تلمو البلاد تشبه للحوم في القروان ولحوم في تونس. شوفوا معايا، شوفوا معايا شباب، الديار هنا تقول عليك تحاوس في الحومة، والله غريبة. ما كنتش متوقع الحق متاع ربي باش نلقى لحوم الشعبية هكا. واغزر هذا تقول عليها طريق حافوزة، وزارع اخويا برتقانة، وزارع قارص، فهمتني ولا؟ هاك تشوفوا شباب الديار كيفاش، هاكم تشوفوا باشا على الشريطة غادي، التكياسات كيفاش، هاكم تشوفوا برو. احنا مغرومين بالكولور الازرق والابيض، هما مغرومين بالاصفر والابيض. هاكم تشوفوا براسك كيفنا اخويا الغالي، كيفنا. فما برشا حاجات يشبهوا لنا فيهم. عسلامة ومرحبا بكم شباب في الجزء الثالث من رحلة البرتغال. اليوم باش نهزكم معايا لمدينة أخرى اسمها آفورا، تتمركز في وسط البرتغال. مدة الوصول إليها دامت 2.5 ساعة تقريبا، من مدينة كوفيلا إلى مدينة آفورا. إذا تحبوا تعرفوا معنا أكثر تفاصيل تابعوا معنا في الفيديو. Bicicleta. Olha. يا محمود تلاقي Trabalhar para a cadela. Os coisas assim em frente. Cada vez com a mão foi a